آنستي سادتي، استعدوا للقاء أبشع الكائنات أكثرهم قذارة، فرانكشتين الحشرات، فرانكشتين أم الحشرات، صاحب أقوى خيوط في العالم وزوج الست اللي ما بتحبش الرجالة، الست المستقلة بنفسها اللي بتعشق قتل زواجها. رحبوا معايا بالعنكبوت، وفي الحلقة دي هعرض لك أسرار غريبة عن نشأة العنكبوت وعن أسرار قوة الخيوط اللي بيمتلكها. بص يا ريس، من فترة بتتراوح ما بين 380 ل 400 مليون سنة بتظهر لنا أجداد العناكب، وهي سرطانات البحر بالظبط زي ما سمعت، واللي بيحصل فيها تطور من 400 مليون سنة، والتطور ده بيستمر 80 مليون سنة عشان يظهر لنا العنكبوت اللي بتشوفه في الحمام ده. وبينشق العنكبوت لاتنين، عناكب الخصر الرفيع وعناكب الخصر الغليظ، وطريقتهم في استخراج الخيوط مختلفة تماما عن دلوقتي. في الماضي العناكب كانت بتخرج الخيوط من وسط البطن، أما مع تطور العناكب بشكل مستمر أصبحت بتخرج الخيوط من آخر جزء في البطن. وبعض العلماء كانوا بيعتقدوا أن العناكب في فترة الماضي ما كانتش بتستخدم الخيوط إلا في الحفاظ على البيض، لأن أحجامهم كانت عملاقة، وبسبب أحجامهم ما كانوش بيحتاجوا لنصب الفخاخ بالخيوط عشان يصطادوا فرايسهم. هنا بقى أكلمك عن خيط العنكبوت، أعظم الخيوط في العالم تقريبا، وده لأن تركيبته غريبة جدا وقدراته غير عادية. بيتمتع العنكبوت بخيط قدرة الشد والسحب بتاعته أقوى من الفولاذ 5 مرات. أنت بس متخيل قدراته؟ لو تخيلنا إن إحنا عملنا درع يكون واكل الرصاص من خيوط العنكبوت، فأحب أقول لك إنه مستحيل أي طلقة صنعت في الوقت الحالي تقدر تخترق الدرع ده. سنة 1920 رئيس الجمعية الملكية للعلوم في فرنسا قرر إن هو يعمل تجارب على خيوط العنكبوت علشان ينتج منها أكبر كمية وتتغزل يدويا، بس الموضوع كان صعب عليه جدا. وفي أواخر القرن ال19 بنشوف المبشر اليسوعي جاكوب بول كامبويا اللي بيسافر لمدغشقر عشان يطور طريقة لحصد أكبر كمية من خيوط العنكبوت، وبيعمل خط إنتاج كامل علشان يقدر يستخرج أكبر كمية زي ما قلت لك. ولكن الموضوع بيكون صعب جدا وبيعجز جدا عن الإنتاج. بس بعدها بفترة بيجي 2 من رجال الأعمال اللي بيكون نيكولاس جودلي وسيمون بيرز، وبيعملوا نفس اللي عمله كامبويا. المهم بعد عناء طويل بيقدروا ينتجوا قطعتين من الملابس من خيوط العنكبوت، بس برضه بعدها المشروع بيفشل تاني، لأن التكلفة اللي حصلت على إنتاج قطعة الملابس دي كانت غالية جدا. بس طبعا في المقابل ان قطعتين الملابس دول خد عندك ما بيتقطعوش، ولا كمان المية بتأثر فيهم، وكمان ما بيتحللوش. يعني هتاخد قطعتين من دول تلبسهم تتستر بيهم يفضلوا معاك 30,000 سنة. بص، علشان تفهم قد ايه خيط العنكبوت فعلا قوي، لو عندنا خيط من الفولاذ بيشيل 20 كيلو جرام، فلو هو نفس الخيط من العنكبوت هيشيل 100 كيلو جرام. على العلم ان خيط العنكبوت أرق 1000 مرة من شعرة الإنسان. انت مستوعب ان تركيبة الخيط بتتحمل أضعاف أقوى المواد عندنا اللي بتاخد وقت في صناعتها وإنتاجها؟ بص، علشان تدرك المسألة بشكل أعمق، لو تخيلنا عنكبوت بحجم إنسان وقرر يبني الشبكة العنكبوتية بتاعته، فحب أعرفك إن قدرة الخيط اللي هينتجها هتكون قادرة إنها تلتقط طائرة بوينج 747 في الجو. طائرة البوينج 747 دي أضخم طيارة صنعها الإنسان. خيط العنكبوت مش مميز في كده بس، خيط العنكبوت قادر يحافظ على مرونته في أشد الأماكن برودة، بيقدر يحافظ على نفس المرونة هي تحت درجة 40 تحت الصفر. ده غير كمان إنه بيتشد 4 أضعافه من غير ما يتقطع. بص بقى، الخيط اللي بينتجه العنكبوت في بطنه هو مش خيط واحد، هو عبارة عن مجموعة خيوط بتمر بقنوات معينة علشان تخرج لك الخيط القوي جدا ده اللي انت بتشوفه. واللي بتكون مسؤولة عن فرز كل الانواع دي من الخيوط هي الغدد الحرارية، وبيتجمعوا في مكان اسمه منطقة المجازل. الفكرة اللي بتحصل جوه بطن العنكبوت دي، وهي ان مجموعة من الخيوط تتلف حوالين بعضها وتخرج كأنها خيط واحد، دي بتديله اعظم قوة انت عمرك ما كنت هتتخيلها. الفكرة مش مجرد فكرة بسيطة او حبال بتتكون على بعضها، لا، تخيل معايا لو جبنا حبل عادي وحبال من الواير ودمجناهم مع بعض، ساعتها هتكون متانة الحبل ده أضعاف قدرة الحبل الواحد فيهم. على الرغم من كل القدرات الجميلة اللي بيمتلكها العنكبوت، في لحظة التزاوج ما بينهم بيحاول الذكر يتني رجل الأنثى أثناء عملية التلقيح، ولما بينتهي من عملية التلقيح بيستعد للهروب، لأن في لحظة ما هتنقض عليه الأنثى، لدرجة إن من شدة الخوف والاستعداد للهروب بتوصل القفزة دي ل 88 سنتي في الثانية. عشان تدرك مدى قدرة القفزة وشدة الخوف فيها، فتخيل كده معايا إن حضرتك جيت وطولك 180 سنتي، وهوبا المدام بتقفشك مع واحدة، فمن شدة الخضة تنط نطة توصل ل 530 متر.
دي مقارنة ما بين الحجم لو هو اعتبرناه في حجم 180 سم. بعض العلماء عملوا دراسة على 155 ذكر من العنكبوت أثناء تلقيح الأنثى، اللي ماتوا بس 135. ده ايه يا رب الجوازة المنيلة ب60 نيلة دي؟ تروح تبوس ايد مراتك حالا دلوقتي. ابوس ايدي. بوس. وماله اهو. على سبيل المثال الأرملة السوداء، طبعا انت عرفت ليه هي أرملة وسوداء. الأرملة السوداء معروفة دايما بعلاقتها مع أزواجها، هي كان بيحب يعيش لوحده طول السنة، وفي موسم التزاوج بتعتبر زوجها بعد التلقيح هو وجبة للحفاظ على البيض الفترة الزمنية اللي هيقعدوا فيها. والأرملة السوداء تعتبر أكتر العناكب المعقدة فعلا، حتى أطفالها بعد ما بيخرجوا ب30 يوم تقريبا بيبدأوا يتنازعوا مع بعض وبياكلوا بعض كلهم، وفي الأغلب الإناث هي اللي بتتغلب أكتر على الذكور، ده لأن حجمها هو الأضخم. أما سم الأرملة السوداء في الحقيقة هو أقوى 15 مرة من سم التعابين، وفي طريقة صيدها للفرايس بتحاول تغرز أنيابها في الفريسة عشان تضخ أكبر كمية للسم في فريستها، وتعتبر هي إنزيمات هضمية تساعدها على هضم الفريسة بالكامل. أكتر الناس اللي بتتعرض لإصابات ولدغات الأرملة السوداء في استراليا. وفي 2005 بعض الناس بتلاحظ ريحة تعفن شديدة جدا خارجة من بيت مجاور ليهم، ولما الريحة استمرت 3 أيام الجيران بلغوا الشرطة، وأثناء اقتحام الشرطة المنزل بيكتشفوا مأساة كبيرة جدا. بيلاحظوا وجود مئات العناكب على جثة راجل مسن اللي ما بينش منها غير الهيكل العظمي بس، وملفوفة في خيوط العناكب. بعد تحقيق كتير في قضية الراجل المسن اللي قتلت له عناكب بيكتشفوا إن هو كان مهووس بيهم، فقرر يجمع أكبر كمية منهم ويربيهم عشان يراقب طريقتهم في الصيد، ويحاول يفهم إزاي بتنتج كمية كبيرة جدا من الخيوط. على الرغم من شدة خطورة العنكبوت، ولكن تأثيره في البيئة والنظام البيئي قوي جدا. تخيل معايا كده لو فجأة صحينا وانقرضت كل العناكب اللي على كوكب الأرض، أول شيء هيحصل هو مجاعة عالمية ضخمة جدا، وده بسبب إن نسبة كبيرة من الحشرات بدأت تكتر لأن مفيش حاجز يمنعهم. وهنا هتبدأ الكارثة الكبيرة، تآكل كل المحاصيل المزروعة في كوكب الأرض بنسبة كبيرة جدا، وارتفاع في درجات الحرارة، ونسبة كبيرة من الأكسجين هتقل. ده غير طبعا الشركات اللي هتحاول تستغل الموضوع بالنسبة للحشرات وصناعة المبيدات، ودي لوحدها كمان هتبقى كارثة، لأن الإنسان في أي وقت وفي أي زمن بيحاول إن يستغل كل الأمور لراحة نفسه، ولكن ما بيكونش مدرك إن الأفعال دي هتؤدي لمجاعة وكارثة هتكون كبيرة جدا في الكوكب. لو جينا بصينا بنظرة كده تانية على أعمار العناكب هتلاقي إن عمر العنكبوت بيتراوح من سنة إلى سنتين، ما عدا العنكبوت الذئبي وهو الولف سبايدر اللي بيعيش لغاية 20 سنة. لو ركزت كمان مرة كده معايا تاني هدخلك في نقطة غريبة شوية. لو ركزت على رجول العنكبوت هتلاقيهم 8 أرجل ومليانين بالشعر الوبري. طبعا انت هتقول انا استفدت ايه من المعلومة دي؟ انا هقول لك بس انت اهدى شوية. الفكرة كلها هنا ان الشعر الوبري ده بيميز العنكبوت بطريقة عبقرية جدا، هو ان عنده القدرة ان يمشي على المية. خد الأغرب بقى، بيقدر يستخدم الشعر الوبري اللي على رجليه كحواس سمعية، لأنها بتقدر تستشعر حركات الفريسة وترددات الصوت اللي بتتصادم في الشعر الوبري. ولو جيت كمان خدتك على نقطة تاني وهي نقطة الدم اللي موجود جوه العناكب، لو لاحظت معايا هتلاقي ان الدم اللي موجود في العناكب هو دم ازرق مش زي باقي الحيوانات دم احمر. والسبب هنا بسيط جدا، نسبة النحاس في دم العنكبوت اعلى بكتير من العادي، وده ناتج عن الهيوموسيانين، وده المسؤول عن نقل نسبة كبيرة من الاكسجين في الدم بدل الهيوموجلوبين الحديدي اللي موجود في معظم دم باقي الحيوانات. العناكب 50,000 نوع، بس اللي يلفت نظرك فيهم هو اكبر واضخم واحد والمعروف باسم بيرد ايتنج سبايدر، ومن اسمه كده واضح جدا ان هو بيصطاد الطيور. عنكبوت ده بقى بيتراوح طوله من 20 سم ل 30 سم، ووزنه من 120 ل 170 جرام، يعني قد الطبق اللي بناكل فيه. على الرغم من كل ده ما يعتبرش انه مؤذي للانسان نهائي. ومن اغرب المعلومات اللي هقول لك اخيرا عليها هو ان العنكبوت عنده القدره ان يقدر يغير لونه زي العناكب القرنيه وعناكب غيرها كتير، وبيرجع الفضل ده بوجود خلايا الكروماتوفوريا اللي بتساعده على تغيير لونه. وبتتكون الخلايا دي من حبيبات صغيره اسمها بيجمنت، ودي اللي بتكون حامل للصبغات. وهنا العنكبوت بيقدر يغير لونه لما بيقدر يتحكم في حجم الحبيبات دي. وطبعا الميزه دي بتساعده على التخفي والتمويه، علشان من لحظه انه ممكن يكون صياد احيانا ممكن يكون فريسه. وبكده وصلنا لاخر حلقتنا، يا رب تكون عجبتكم، واتمنى انكم تشتركوا في القناه، تاكدوا من تفعيل زر الجرس وتعملوا لايك للحلقه. اشوفكم الحلقه الجايه، سلام.